سلام يا الغاليات، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير ومتهنيين يا رب العالمين. صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة سحوركم، ان شاء الله تكونوا لاباس. قولوا لي كيفاش جوزتوا اول رمضان فات؟ يعني ما شاء الله فات يوم يعني خفيف 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 خفيف، يعني روعة روعة، يعني ما شاء الله. ان شاء الله يا ربي يقدرنا على صيامه وعلى قيامه، قولوا امين يا رب العالمين. شاركت معكم اطباق تقليديه واطباق وصفات الورشات، شاركت معكم طاوله رمضانيه روعه روعه. تبعوا معايا للاخر. اول طبق واش راح نطيب معكم؟ حنطيب معكم المتوم العاصمي، يعني اول مره درتو في قناتي واول مره يعني طيبته صراحه. هنا واش عندنا البنات؟ درت طرف تاع اللحم، درت شويه تاع السمن، شويه تاع الزيت، وخليته يتقلى في غرضو، يعني خليته على نار قليله، نحتاجو داك اللحم يتحمر بيان. وهنا عندي طرف تاع شويه تاع فيونداشي، درت لها شويه تاع الثوم، شويه تاع المعدنوس، درت بيضه كامله، توابل خاصه باللحم، ودرت فلفل كحل، ملح، عصرت عصاره تاع قارص كيما راكم تشوفوا. المتوم يجي غير بالثوم، يعني الاخر فيونداشي تاعنا. درت ملعقه صغيره تاع موطارد، تمد له واحد الكو ما شاء الله. عطيت لكم الفكره هذه عده مرات، وهذه الفكره يعني اللي معتمدتها في الاعراس، يعني نطيب الفيونداشي تاعي ديما بالمطارد. درنا هنايا شويه تاع لا شابلور، ونحكموا نعجنوه البنات لهنا بيا حتى ندخلوا في بعضه مليح مليح. ومن ناحيه اخرى راهو اللحم تاعي قاعد يتقلى. الكونتيتي تاع اللحم ما كيش مقيده بها، ديري نتيا واش عندك. انا ما نحبش نكثر بزاف على واه بيسك وليداتي اصلا ما ياكلوش، وليداتي صغار. و ميم طون يعني كيما نقولوا نحب كي نطيب حاجه بالفيونداشي ما نحبش نكثر اللحم بزاف. هذه هي. ديما قلت لكم تقعد بيدكم نتوما، كل وحده واش حبيتي دير، حبيتي تكثري ديري 4 طرف 5 طرف زوج طرف كيما حبيتي. قليته خليته يتقلى بيان، بيسك نحتاجو هذيك التقليه تجينا، نحتاجو داك الزيت لازم يحمر بيان. هذا هو لا كولور اللي نحوس عليها، يحمر بيان. وجيت لهنا ضفت راس تاع بصله صغير مربي عفوا، مع السنه تاع توم عفوا سنه تاع توم مع راس بصل صغير. درت توابل خاصه باللحم، درت شويه تاع الكركم، ودرت شويه تاع فلفل كحل، درت ملعقه تاع فرينه باه تجينا لاصوص تاعنا عاقده. درنا الملح اكيد وقلينا الكل بيان، قليناه مليح مليح. وجينا ضفنا ماء ساخن البنات، نمرقوا بالماء سخون. الكميه ما تكثرش بزاف على حسب واش درتي نتيا باش يطيب لك الحمص تاعك ويطيب لك الطرف تاع اللحم هذاك. وخليناها البنات لهنا، نقصت لها خلاص وخليتها يعني تطيب في غرضها. هنا شبح السفر الله الله راهي طايبه ما شاء الله. هنا عندنا راح نطيبوا مملحات، حنديروهم في ليفيغين. هادو مملحات الورشات، مازال ما خدمتش بهم ومازال ما حطيتهمش نهائيا في الورشات، راني اول مره نحطهم هنا في قناتي. واش درت؟ حكمت كاس على كرم فريش قاعده نطلع فيه بيان. شفتوا لا مارك اللي نعدتها لكم؟ كما تكونش عندكم يعني اوبلاد استعملوا لا مارك هذيك. هنا كما راكم تشوفوا درت رميه تاع حمص، خليته يطيب لهنا. الحمص نوعيه مليحه، يعني ماهيش النوعيه ديك اللي ماهيش مليحه ما طيبش. والله انا نرنخو برك الحمص ونخبيه في الكونجيلاتور، ما نطيبو ما والو. واللي يعني عندها الحمص طيب ما تضيفوش حتى الاخر، خلاص كي تلبى لاصوص تاعك وتكمل ضيفيه. هنا ضفت الفيونداشي تاعي يعني بعد ما هزت لي الغليه، ونخلي كل شيء يطيب مع بعضه، مع الحمص مع الكفته مع اللحم. هنا البنات اللي حبت تضيف اضافه تاع القرفه تضيف، انا ما نحبهاش طعمها تاعها. انا وليداتي ما حبيتش نحط، هي المتوب نورمالمون الوصفه الاصليه تجي فيها القرفه. هنا واش درت؟ حكمت لا كان فريش هذيك، طلعت كاس كامل، ضفت له كاريه تاع فرماج. وجيت لهنا البنات واش عندي شويه تاع بيطراف مغلي بيان، ميكسيتو نص حبه. وعندي شويه تاع السلق، رحت حكمت قليته في الزبده وحتى تقلى خلاص هذاك السلق. وجيت لهنا البنات ميكسيتو في لي بول. ومن بعد حكمت الطاف تاع لا كان فريش منه ومنه، قسمتها على الزوج. طلعت شويه من هيت وطلعت شويه منه كيما راكم تشوفوا. صدقوني وصفه رائعه هذه، سكري سالي روعه روعه. تتقدم في المناسبات، تتقدم يعني في الاعراس، تتقدم هكا كي تكون عندك بار اكزومبل هكا عرضه ولا تحمر الوجه. كيما شفتوا لهنا حبيباتي هاني نخبز في الكسير. الله الله، هنا راهو قرب الوقت نخليها هي الاخرى. سورتو كي ندير كسره معجونه برك، ما نديرش يعني بار اكزومبل
الاخر سمولي ما نديرش يعني خميره. الخميره راني نعطيها وقتها. اما الكسره كي تكون هكا معجونه راني نخليها لاخر دقيقه ونطيبها باغ اكزومبل 5:30 ولا اللوحه كي نحطها تستعجن ديجا نحط الطاجين دقيقه نطيبها. هنا جبنا لي فيغين تاعنا وين راح نحطوا المملحات تاعنا كيما قلت لكم هذه راهي سكري سالي. عندي حبيبه تاع تفاح حكمت لها انا كسرت لها شويه تاع الجوز ودرت لها ملعقه تاع خل التفاح. اللي عندها خل التفاح دير ملعقه صغيره في هذاك التفاح وتعصر عصره تاع قارص. جبت جوز لهنا حبيت نكسره فقط ما تحكموش ترحيوه جوز مكسر فقط. هاد لوغو يجيكم روعه سورتو كي ديري مملحات ولا باغ اكزومبل بريوش سالي ولا تاكليه معاهم يجي ما شاء الله كيما ليموس. لازم لهم بريوش. راني درت معكم وصفه تاع مملحه اخرى تبعوا فقط دوك نحطها لحباباتي هنا في لا فيديو تاع نهار اليوم. وما تنساوش تدعموا القناه اكيد القناه راهي قناتكم وانا راني ضيفه عندكم. نتمنى هذه القناه يعني تكون باب رزق بزاف من الناس يحبوا يخدموا سواء تعلمتي لدارك ولا تعلمتي باش تخدمي مشاريع سواء. انا على بالي بلي بزاف ناس كيما نقولوا يتبعوا القناه تاعي وراهم يسترزقوا منها يحبوا يخدموا منها وصفات يحبوا كاين حتى اللي قراو ورشات من وصفاتي ولله الحمد. ان شاء الله فقط القناه تكبر بيكم وليكم وان شاء الله يا ربي كل حاجه يديروها في ميزان حسناتكم. انا كما راكم تشوفوا هاني جبت حطيت يعني باش تكون خدمه نقيه لازم لي بونش هادو عمرت يعني لي فيغين تاعي بلا موس تاع البيطراف وجيت لهنا نكملوا بلا موس تاع السلق هذيك. وكيما شفتوني البنات في الخدمه تاعي كيفاش خدمت بيسكاني خدمتها من قبل معاكم بصح بطريقه اخرى. هنا البيطراف راني ميكسيتو وحده ومن بعد ضفتو على لا كريم فريش مطلعه فهمتوني تختلف الطريقه كيما شفتوا نتحصلوا على موس خفيفه. تاعي درت 125 غرام تاع فرينه درت 15 غرام تاع زبده درت ملعقه صغيره تاع سكر ملعقه صغيره تاع الملح. عندي هنا البنات 75 غرام تاع حليب دافي ما يعادل ربع كاس بالكاس هذا اللي راكم تشوفوا فيه. شوفوا هذا الكيسان واش شريت منهم وكامل معظمهم يعني تكسروا لي وانا نحبهم خاطر نتوما تحبوا يعني نقيس بهم سي بور سا نحب نقيس لكم به. هنا عندنا نص مغرف تاع خميره الخبز وعندنا نص باكي تاع خميره الكاطو نص باكي. في حاله ما اذا درتي كميه اكثر من هكا ضاعفي المقادير. انا حبيت ندير هكا قدر 5 حبات ولا 6 هذا ما كان هنا. ونبداو دوكا نلمو فيها البنات بالحليب دافي هايليك حصلوا على عجينه تجينا نوعا ما هكا تتلاصق. كيما راكم تشوفوا كيما قلت لكم راهي دير لي واحد 6 حبيبات بس يعني ماهيش كونتيتي كبيره. واللي حبت دير 12 حبه ولا تضاعف المقادير. انا هاد الحوايج نحب ناكلهم يعني جدد كوم اني درت ليموس. نحب هاد المملحات يكونوا مع الليموس. شوفوا البنات كيفاش نتحصلوا عليها يعني تجي نوعا ما هكذا تتلاصق. راح نخليها تخمر شويه مده 10 دقائق ونرجعوا البنات باش نشكلوها ليمون. كيما شفتوا الكونتيتي اللي درتها البنات يعني حاولت اني ندير كونتيتي صغيره جدا. كيما قلت لكم ما نحبش يعني نضيع ونحب ندير غير حويجه اللي تتكل. هذه هي كان ضاعفتي المقادير ديري 12 حبه لكن حبيتي ديري 12 حبه ضاعفي المقادير يعني ديري 250 غرام تاع فرينه وزيدي المقادير كامل 150 غرام تاع الحليب و30 غرام تاع الزبده وضاعفي يعني المقادير وخدمي. هنا كيما شفتوا جبت ليمون هادو دهنتهم بشويه تاع زيت الزيتون. اللي ما تحبش زيت الزيتون دير شويه تاع زبده ولا ترش بالفارينه. مي ما نصحش يعني صراحه بالفارينه باش ما تيبسلكش العجينه تاعك. هذاك فيونداشي جبته من لمتو ملي طيبته حكمت هكذا معستو و زوج حبيبات برك يعني ما داتليش بزاف. حبيت يعني بروفيتي باش ما نعاودش نخدم حشو جديد ايتو. حبيتو تضيفوا لهنا الفرماج ضيفوا يعني لك الاختيار. هي ديما الحشو يقعد اختياري والحشو تاعها يجيب لوغوم. مي انا كيما قلت لكم ما حبيتش يعني نكثركم اني درت 6 حبيبات برك ما حبيتش نزيد نعاود نخدم لها الحشو. درت غير من لمتو زوج حبيبات تاع فيونداشي
ديما نحاولوا كنبروفيتيو نديروا وصفات من كيما نقولوا الجود من الموجود. هذه هي حبيباتي، هذه تاني وصفة من وصفات الورشات، عطيتها لكم بكل حب صدقوني، والله ما خدمت بها وما خرجت، أول مرة نحطها هنا في قناتي. كما راكم تشوفوا الكونتيتي هذه درت لنا 6 حبيبات قد هذه هي. حطيتهم البنات يطيبوا في الكوشه، وجيت من جهه واحده اخرى قاعده ندير في البوراك. وصفه البوراك درتها معكم عده مرات يا غاليات، وعطيتكم الوصفه رائعه. وشي هو اللي هنا فقط راني غيرت الحشو، ما درتوش كيما الوصفات. الوصفه اللي حطيتها لكم قولوا لي علاه، هنا درتو غير بالبطاطا. ومام هذا الحشو رائع يعني بدون لحوم. ان شاء الله المره الجايه نحاول نبارطاجيه معكم يجي بلا لحم. ما نحبش يعني نستعمل اللحم في كل الوصفات، نحب كي نستعمل وصفات ويكون المنيو تاعي نخير يعني حاجه تكون بالخضره، حاجه تكون باللحم. وهذه هي. وسختو اللي وليداتها ما ياكلوش، ما عندهاش يعني اللي ياكلوا في الدار، مش مليح لفساد. الانسان يطيب غير على قيسو. هنا راني تبعت كما راكم تشوفوا خطوه بخطوه. بديت نهاري معكم من الاول للاخر. هنا طابوا معايا هذوك المملحات تاعنا جاو روعه، زينتهم درت لي فلور هكا تاع فورماج ساندويتش وزينت بهم. وهنا جيت باش نخدم معكم العصير اللي موتوا عليه بزاف، طلبوا مني وصفات تاع العصائر. درت السيرو تاع الرمان البنات، درت مكعبات تاع الثلج كطبقه ثانيه، درت 2 رونديلات تاع قارص كما راكم تشوفوا منعش. هذا العصير روعه. درت ريشات تاع نعناع كما راكم تشوفوا. وجيت لهنا عندي عصير تاع مشماش ولا عصير تاع خوخ ولا عصير تاع برتقال ولا كوكتيل، المهم اي عصير. جيت لهنا درتو كطبقه ثانيه كما راكم تشوفوا، استعملوا فقط الملعقه هكا. والطبقه الاخيره درت عصير شوينغوم كما راكم تشوفوا، هزوا فقط هكا من الفوق وحطوا، ما تحطوش يعني الطبقات هكا ورا بعضهم باش يتشكلوا لكم. شوفوا لهنا البنات كي هزيت قاعده ندير بالملعقه، بيسك الاول كي درتو لهنا وزربني الحال. وهذه العصير هذا راهو يتقدم غير وقت التقديم، كي يوصل التقديم تاعك خلاص باش كيوصل يعني وقت التقديم باش تحطي تخدميه، ما تخدميش يعني من قبل بيسكي يذوب هذاك الثلج منا ويتقدم اصلا بارد. انا بردت كل شيء كي يوصل وقت الاذان حكمت لهنا البنات باش درتو، لانه يتقدم هو بارد بطبيعه الحال، ما تقدريش توجديه من قبل وتحطيه، راح يذوب معاك الثلج، راح يبرد، راح يقعد هكا سخون. سورتو الجو تاع الكوزينه شويه سخون. كيما راكم تشوفوا هنا حبيباتي خيرنا الاطباق اليوم تكون تقليديه، اشباح الصفار المتوم العصيمي الله. درنا لورديفر كيما راكم تشوفوا، درنا هذوك المملحات، درنا لي فيغين معكم سكري سالي. حبيت نبارطاجي معكم هذا الاطباق يعني عطيتهم لكم بكل حب. درت معكم 3 وصفات ان شاء الله يا ربي يكونوا فادوكم، وان شاء الله يا ربي المنيو تاع نهار اليوم كان فادكم وعجبكم. ما تنساونيش بجام اكيد يا غاليات باش يطلعوا لي فيديو. واكيد ما تنساونيش بهذيك لي كومونتير الحلوه اللي كيما نتوما. ومازال وصفات باذن الله راح نشاركها معكم في الايام القادمه. هنا كيما راكم تشوفوا المتوم تاعي هاني حطيته لهنا في الصحن، حبيت نحطه في غميقه خير. عندنا كميه تاع لوز بدون قشور، حكمته البنات كامل، حمرته في شويه تاع زبده ولا شويه تاع سمن، وجيت لهنا ديكوريت به. وما نساوش اكيد دائما نمسحوا الصحونه تاعنا، بيسك الحاجه كي جيت بريزونطيها بالطبع يكون الصحن تاعك نقيت كل طابل تاعك منظمه. كيما راكم تشوفوا خيات المنيو تاع نهار اليوم كان خفيف ظريف، يعني صراحه ما داش بزاف مني الوقت. كي تنظمي برك وقتك وتدخلي كوزينه يعني بكري كي يكونوا عندك اطباق توجدي كل شيء في رحبه. وهنا نسيت الكسره ما قصيتهاش معكم في كل مره لازم ننسى حاجه، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم والى اللقاء.